السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة الحياة مع أميرة الكون. النهاردة معاكم على سندوتشات صدق، مش حواوشي، سندوتشات صدق زي ما انتم شايفين كده. إن شاء الله الفيديو عجبكم، حط لايك وصلوا على رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نبدأ التحدي. بسم الله. هو سخن كده ليه؟ لسه مطلعاه من الفرن حالا يعني. هو سخن نار يعني، لسه مطلعينه من الفرن دلوقتي. وطبق مخلل. حاولي كده اهو طيب عشان ايه. بسم الله. طب ماشي بقول. مم. لا انا مش عارفه اكله. مولع. نسينا نجيبه مناديل. ماشي ماشي. ماشي. الخيار ده بعشقه بصراحة، المملح. انا بحب الجزر. جنة بتحب الجزر، انا بحب الخيار. مش حاطط الجزر، حبه صغيرين. ها؟ حاطط الجزر حبه صغيرين. طب هما مالهم يعني، يعرفوا يعني هيعملوا لك ايه مثلا؟ انا بقول لك. الحمد لله رب. كلي عدل. سخن نار. انا لو كسبتك ما تقعديش تقولي لي عقاب ومش عقاب. انت اصلا ما بتعرفيش تعملي تحديات. ايوه والله العظيم. بصي الاكل التكليف انا باكل يا ماما. وهتكسبي كده براحتك. انا مالي يعني، لو كسبتك وعملت فيكي عقاب ما تزعليش، تقعدي تقولي لي عملتي ومش عملتي بس. الطعم عايزه اقول لكم حكايه، عايزه اوريكم العيش من جوه، بس مش عارفه بقى انتوا شايفينه ولا لا. وده القعر، بصوا الوش عامل ازاي. في ايه؟ انا مكشره بيه كده. انت مكشره، ما بتتكلمي مع الناس، قول لهم حطوا لايك، قول لهم اي حاجه يا جنه. يا لهوي عليا. يا في ايه يا ماما؟ كلمي الناس يا ماما، قول لهم حطوا لايك، اتكلمي مع الناس، تحكي، مش قاعده مكشره وبتاكلي. متنسوش تحطوا اللايك. يا في ايه يا ماما؟ كلمي الناس يا جنه وكلي بسرعه يا جنه، ده مش تحدي ده. يا ماما مش كل شويه ماما تقولي لي كل اللي باكل والله يا ماما. فين بتاكلي؟ كلي عدل. ايه ده؟ ده تحدي؟ احط السندوتش كله في بقي يا ماما. ماشي، ما ده تحدي، ما ترجعيش بقى تقولي انت عملتيني وعاقبتيني. مش اقوم اكلمك تعيطي. ايه ده؟ حاجه عاقبك هتقعدي تقولي لي عملتي ده، عاقبتيني ورسمتي قطه ومش رسمتي وش قطه. تحدي ايه ده؟
نسيت اجيب مناديل، وانا عندي ايه محبش ايدي يبقى فيها حاجه خالص. حتى الميه قلت لك حطيها في الفريزر عشان تسقع، ما سقعتش. اقول لك ايه بس، مش عارفين نشربوها، دي سخنه يا ماما. انت جايباها من الحنفيه دي؟ انت بكلمك. اللي حاطه اليومين. طب ما حطيتهاش ليه بتاع في الفريزر من بدري؟ طيب في ايه يا ماما؟ انا بقول لك ما حطيتهاش ليه في الفريزر من بدري؟ انا مالي، مش انت اللي حطيتي الميه، انت ما قلتليش اصلا ما حطها. أنا من بدري عمال اقول لك حطي البتاع في الفريزر. انت بتقولي لي على ازازه. طب ماشي كل ده. يلا يلا. لو انا اللي اعمل الحاجه ما تتعملش. يلا. انت مستفزه اساسا انت من قبل ما نعمل الحاجه وانت يلا. معلش. معلش يا جماعه الفيديو فصل. يلا. انا كلمتك يا بنتي ما بتعيطيش ليه؟ يلا يلا عشان الفيديو. شايف ان انا وربنا معاك. ما تحلفيش بربنا، ما تدخليش ربنا في لا يا ماما بقى. طب يلا عشان مش التحدي. هاكل، مش هاكل. لسه يلا عشان التحدي. خلصي، ما تحلفيش تاني عشان كده حرام. خلصي يا بنتي، انت كنت عماله تقولي جعانه. كلي بس بيخليكي كويسه كده. اكلت. طب يلا عشان الفيديو هيبوظ. مش جعانه، مش عاوزه اكل. طب كلي قبل ما الفيديو يخلص وبعد كده بقعدي عيطي. يلا عشان الصوت عالي والناس سامعانا. ما تحلفيش بربنا في اي كلام، في اي اكل ولا في اي حاجه. يلا سمي بسم الله وكلي. انت بتزعلي لما بنتقدك او بفهمك؟ بقول لك كنت حطيتي الميه في الفريزر. ما انت اللي حطاها، ما قلتليش وربنا حطها في الفريزر وقلتيلي على الازازه. طب يلا كلي طيب يا مش جنة. عاوزه اكل. يلا عشان التحدي يا جنة مش عشان الاكل. اعملي مع لوحدك. مش انت عماله تقولي يلا نعمل الفيديو يلا نعمل الفيديو؟ يلا عشان صوتنا عالي. يلا كلي. كلي يلا. يلا يلا عشان الفيديو اقسم بالله انت حره يا جنة. خلاص اتخنقت منك بجد. خلصي. نعمل الفيديو بس. يلا. الكلام ده بعد الفيديو مش في خلاص الفيديو. ماشي يلا كلي احنا نقصه بقى. يلا بقى كلي ونكمل. يلا يا جنة. انا هكسب وهتعب. خلاص مش وفي عقاب في دماغي. بقى. طب يلا عشان الفيديو. انا عاوزه اتعاقب، مش عاوزه اكل بقى، خلاص بقى. يلا حبيبتي عشان لا الفيديو. حلفت انا خلاص. الفيديو كل شويه يفصل وجنة عماله تعيط. انا قلت لها مش هطلعك معايا تاني في التحديات. فلما اعمل تحديات هبقى اطلع لوحدي، مثلا احط كميه اكل واخلصها لوحدي. تمام؟ عشان هي مش بتسمع الكلام خالص. فيا ريت تقولوا لنا بقى رايكم في الكومنتات على المقلب الاستفزاز دوت. تمشي السندوتش كده يا حيوانه. والله العظيم عيطت. كل ما اعمل فيديو فيها وتعيط لازم التليفون يفصل. سبحان الله. هو التليفون ماله الاضاءه عامله كده ليه؟ بصوا عشان ما تزعليش يا روحي. انا اسفه يا عمري، انا كنت بهزر معاها. ده مقلب الاستفزاز يعني. طبعا انتوا عارفينه، وانا ما رضيتش اضغط عليها جامد لان هي كانت عماله تعيط. وعيطت اقسم بالله لما التليفون فصل ومش عايزه تاكل وما اكلتش يعتبر برضه. هتاكلوا بعد التحدي. انا اسف والله العظيم ما تعيطي. انا اسف والله ما هعمل كده تاني. ماشي؟ انا اسف. قولوا لهم بقى قولوا لها ما تزعلش في الكومنتات. صلي على الرسول كتير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. قول لها ان انت مش زعلانه بالله عليك عشان ما ازعلش. بتعيط. ما تعيطيش بقى يا جنة. ده مقلب. ربنا يستر وما تردهوش بقى. حبيبي انت قلبي. انا اسفه والله. تقولي هتشوفي. انا كنت شاده معاها قبل الفيديو، فرحت جت في بالي والله العظيم ما كانش في بالي خالص مقلب الاستفزاز ده. فقلت طب والله يا جنة اللي هوريكي عشان تتظبطي معايا. بس هي حبيبه قلبي بتساعدني في البيت وبتسمع الكلام. لا ربنا يحفظها لي يا رب، يحفظ اولادكم جميعا ويحفظ لي يوسف وجنة يا رب العالمين. بحبكم كتير جدا. حط اللايك وصلي على رسول. ولو اول مره تشوفي القناه
اشتركي فيها عشان يوصل لكم كل جديد. قولي لهم بقى انا مش زعلانه عشان هيزعلوا مني انا كده.